باراكوتا جاب الضيف وذبح له القطة، ضيف تاني قطة هنلبطة، ثبت لعيبة عالثابتة ونجوم كبار، خد بالك خد بالك. أعلن لاعب وسط الأهلي الدولي السابق محمد بركات أنه سيعتزل اللعب نهائيا في نهاية الموسم بعد مشوار حافل استمر أكثر من 20 عاما. كانت بداية بركات مع نادي السكة الحديد عام 96، ثم انتقل إلى الإسماعيلي عام 98 واستمر معه حتى عام 2002، حيث انضم إلى أهلي جدة السعودي ولعب له موسما واحد، ثم انتقل إلى العربي القطري موسم 2003-2004 قبل أن يحط الرحال في الأهلي منذ موسم 2004-2005 وحتى الآن. محمد بركات ملك الحركات هو مفتاح اللعب. بركات لم تسلم منه أندية القمة الثلاثة الأهلي الزمالك والإسماعيلي، فبخفة حركته ومرونته قاد كتيبة الدراويش منذ 98 ليبدأ الإسماعيلي فترة العودة للبطولات والمنافسة، حيث أحرز كأس مصر عام 2000 بعد إقصاء الأهلي، ومنه إلى الدوري الذي لن ينساه جمهور الإسماعيلي عام 2002 بعد منافسة كبيرة مع الأهلي ليحقق الدراويش البطولة بفارق نقطتين عن الكتيبة الحمراء. بركات ملك الحركات. أما ضد الزمالك فحقق بركات رقما قياسيا، حيث أنه طوال 12 مباراة شارك بها بركات مع الأهلي لم يستطع الزمالك هزيمته، حيث انتهت 7 مباريات بالفوز و5 بالتعادل، ليسجل الزئبقي رقما فريدا خاص به. بركات يا ولد. كما سجل بركات أهداف حاسمة للقرعة الحمراء في ناديه السابق الإسماعيلي، إلا أنه فضل عدم الاحتفال بها احتراما لجماهير القلعة الصفراء. خطيرة بركات، جول 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 جول. يعد بركات أول لاعب مصري يحصل على جائزة أحسن لاعب إفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية عام 2005 BBC، وأحسن لاعب محترف داخل القارة السمراء أيضا. كان بركات أحد نجوم المنتخب وشارك في بطولات إفريقيا عام 2000 بنيجيريا، 2002 في مالي، و2004 بتونس، وانضم للتشكيلة الرئيسية لمنتخب إفريقيا عقب بطولة كأس الإفريقية عام 2006 والتي استضافتها مصر وفازت بلقبها، ولم يشارك في بطولتي افريقيا عام 2008 و2010 للإصابة والاستبعاد الفني على التوالي. اعتزل اللاعب دوليا عقب فشل منتخب مصر في التأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب افريقيا رغم محاولات المدير الفني السابق حسن شحاتة إثنائه عن هذا القرار. كده نفعلها يا خبر ابيض لو كان الجول كده يا جماعه. كما حاول المدير الفني الحالي للفراعنة بوب برادلي إقناعه بالعودة للمنتخب، إلا أن اللاعب أصر على موقفه. وتتجه نية بركات بعد الاعتزال مباشرة إلى العمل في المجال الإعلامي بعد نجاحه في تقديم برنامج كوميدي ساخر في شهر رمضان 2011، كما أنه يمتلك العديد من العروض من قنوات محلية والعربية للعمل بها خلال الفترة المقبلة. بإعلان محمد بركات نجم النادي الأهلي الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، تتوقف أسطورة ملك الحركات عن مداعبة كرة القدم للأبد، ويدخل محمد بركات في ذاكرة تاريخ الكرة المصرية ليعد أحد نجوم هذا التاريخ. مش همنعك امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح، أهم حاجة ما تنسانيش وتسيب لي جرح